الدوكسايدر هو حوار جريء بين القلب والعقل والخبرة والتجربة. برامج الدوكسايدر هي أفكار غير ربحية تعليمية، الهدف منها هو التوعية ونشر الحقائق والخبرات. لذلك وجب التنويه أن ليست جميع المنصات ترحب بالأفكار الخلاقة التي قد تقدم عبر برامج الدوكسايدر، وبناء عليه يرجى نشر ومشاركة ودعم الدوكسايدر حتى تصل الأفكار إلى أكبر عدد من المستفيدين. تحياتي، يلا نبدأ. ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ النهارده عايز اكلمكم في نظريات شوية في فكرة الاصوات اللي بتغني. خلي بالكم من حاجة، عايزين نعمل تفريق ما بين الاصوات اللي بتغني من ناحيتين، ان في صوت بيغني صح وفي صوت بيغني غلط. تمام؟ كل صوت من دول في صوت حلو وفي صوت وحش. طيب يطلع عندنا النتيجة ايه؟ النتيجة عندنا ان في واحد بيغني صح بس صوته وحش، وفي واحد بيغني صح بس صوته حلو، وفي واحد بيغني غلط بس صوته حلو، وفي واحد بيغني غلط بس صوته وحش. طيب طبعا كده الدنيا وضحت ان اللي بيغني غلط وصوته وحش ده خرج المعادلة خالص، مش عايزين نسمعه، شكرا ليه، ده يخرج من اللعبة خالص. اللي بيغني صح وصوته حلو ده التوب، ده احسن واحد. نقف بقى عند اللي هو ايه فيهم جدال شوية، فكرة ان واحد بيغني غلط بس صوته حلو. طب اللي بيغني غلط وصوته حلو ده ربنا رزقه بصوت حلو بس ما اتعلمش، ما نماش الموهبة دي، ما درسش، اي سبب ما خلاه ما يعرفش يغني صح، يغني مظبوط على الاغنية. ده مشكلته في ايه؟ مشكلته حاجتين. الجزء الاولاني اذا كان في حاجات ممكن تتعمل بالدراسة ماشي كان بها، بس في جزء تاني ليه علاقة بالفطرة، هو الحاجات دي ما بيتعلمهاش مهما دخل أكاديميات ومهما درس ومهما سمع. في حاجات كده لو هو مش مولود بيها ما بيعرفش يتعلمها للأسف. فده مشكلته زي ما بقول كده، هو وحظه بقى ان الحاجات اللي وقع منه دي عرف يصلحها ويدرسها ويظبطها هيمشي حاله، ما عرفش للأسف بقى بيبقى صوت حلو على الفاضي. النقطة التانية فكرة ان واحد بيغني صح بس صوته وحش. هقول لك على حاجة، فكرة الحلو والوحش حاجة نسبية بشكل كبير جدا، بمعنى ان انت ممكن تكون شايفه وحش، ممكن واحد يكون شايفه حلو، ممكن يكون واحد صوته غريب شوية بس هو بيغني صح، فالصوت ده انت بتعتبره وحش بس هو بيغني صح. يعني نضرب مثال مثلا على جورج وسوف، هل في الناس كلها بتتفق على ان صوته مثلا حلو؟ يعني في ناس بتعتبر صوته وحش، لكن في نفس الوقت في ناس بتعتبر صوته حلو. لكن نقطة ان هو بيغني صح خلاص دي ركناها على جنب، ويفضل بقى الجدال في فكرة ان هو صوته حلو او صوته وحش. دي بقى هو وجماهيريته ونصيبه بقى وكاريزمته، هل الناس اللي هتسمعه ان هو صوته حلو اكتر، ولا الناس اللي هتسمع ان صوته وحش هم اللي اكتر، فبالتالي مش هيبقى مشهور قوي. دي نقطة حبيت أوضحها لأصحابي عشان كان في ناس كتيرة بتتكلم في الموضوع ده، فحبيت أشرحها. أتمنى أكون بسطت المعلومة، في نفس الوقت لو استفدت من المعلومة متنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد منها، وتعمل لنا سبسكرايب وتتابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى أول واحد يتابع الحلقات الجاية. شكرا.